ريال مدريد ينتصر ويسحق جيرونا برباعية 4-0 عشان يوسع فارق الصدارة ما بينه وما بين جيرونا اللي بقت في المركز الثاني حاليا لفرق 5 نقط. ريال مدريد شبه بيحسم صدارة الدوري في الوقت الحالي ما بينه وما بين جيرونا، ولكن لسه الريال عندها ماتشات كتير جاية، فيلا بينا عشان نتكلم عن تفاصيل الماتش. في البداية التشكيلة نزلت 4-4-2 دايموند المعتادة بتاعتنا، ولكن بما تبقى من اللعيبة اللي لسه ما اتصابتش. في حراسة المرمى أندريا لونين بايكارو. باقي خط الدفاع كان عبارة عن 3 باكات، ومركز 6 هما كارفاخال وفيرلاند مندي، او بقى كارفاخال كان هو اللي بيلعب قلب دفاع هو وتشاوميني، والباكين كانوا فاسكيز وفيرلاند مندي. ورباعي في خط النص وهو مكون من توني كروس وكامافينجا وفالفيردي وبيلينجهام، وقدامهم اتنين وهما فينيسيوس جونيور ورودريجو. في البداية الماتش ابتدى بهجمة لريال مدريد، كورة فينيسيوس جونيور بياخدها على الطرف في الدقيقة الستة. فينيسيوس جونيور بيقرر ان هو يقطم كده ويلاقي بيلينجهام معدي من قدامه بياخد عيون المدافعين كده، وفينيسيوس جونيور بيستغل اللقطة دي وبيعمل ارطوم من بره ال 18. كورة روعة روعة روعة، والهدف الاول لريال مدريد جون عالمي من فينيسيوس جونيور. كرة حلوة قوي 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 من بره ال 18. شفنا تحرك بلينجهام ان هو فتح له مساحه ان هو يسدد، والتسديده كمان بتاعت فينيسيوس جونيور كانت النهارده حلوه. فكوره راحت حلوه على الجون واعلنت عن هدف بدري قوي في الماتش في الدقيقه السادسه، سهل عليك الماتش، وان انت شبه انهيت الماتش كده من بدري بدري بدل ما كان هيتصعب عليك الماتش ده قدام جيرون. بعد كده في الدقيقة 21 شفنا كورة لكامافينجا كان داخل كده بيخترق ورايح شبه انفرادة مع الحارس، وبيجي لاعب وبيعرقله، ولكن حظه الحلو جدا ان الكرة العرقلة كانت يدوب بره الخط، يعني خلاص كانت هتبقى ضربة جزاء، ولكن للأسف بتتحسب من بره وما بتتحسبش ضربة جزاء للريال. بعد كده في الدقيقة 23 عقبال ما الحكم بقى شاف الفار وهي من بره ولا من جوه وكل القصص دي، الكورة دي بقت فاول لريال مدريد، والفاول ده اتلعب حلو قوي قوي قوي. كروس بيلعبها لرودريجو، رودريجو بيثبتها كده لفالفيردي اللي بيخش يسدد قنبلة، ولكن الحارس بيتألق وبيشيل الكرة دي وبيصدها. كانت هتبقى جملة حلوة قوي وهدف حلو قوي للريال. حكى في الدقيقة 35 كورة كده فينيسيوس جونيور بيحاول ان هو بيرقص، وبعد كده بيودي ترافيلا جميلة جدا جدا جدا، ثرو حلو قوي لبيلينجهام اللي بيبقى انفراد مع الحارس وبيخش ويرقص الحارس، وبعد كده بيحطها والجون فاضي عشان يعلن عن الهدف الثاني لريال مدريد ويروح ويحتفل الاحتفالية بتاعته. وبيبقى هدفين لريال مدريد من بدري قوي. 2-0 حلو قوي، انت يا دوب لسه نص ساعة وبقيت متقدم 2-0 في الماتش اللي كان المفروض صعب. وفينيسيوس جونيور عامل جبهة يعني خزعبلية على يان كوتو فخرجه من الماتش، وكان ماتش حلو قوي من الريال ومن فينيسيوس جونيور النهارده. وبينتهي الشوط الاول على كده بنتيجة 2-0 لريال مدريد. شوط اول كان ريال مدريد فيه احسن بكتير من جيرونا. شوط ما قدرناش نشوف فيه جيرونا بتهاجم على مرمى ريال مدريد او بتشكل خطورة على مرمى ريال مدريد. ريال مدريد كانت هي الكل في الكل في الشوط الاول. شوط انت كسبان فيه 2-0 و2-0، وانت كمان كان امكانية عندك ان انت تزود اكتر كمان، فنتيجة حلوة قوي وتحسم ال3 نقط من بدري قوي في ماتش كان صعب، وماتش كان يعني ضد الفريق اللي بينافسك في الدوري. فحلو قوي ان انت متقدم في الشوط الاول 2-0. والشوط التاني بيبدأ وكورة في الدقيقة 54 فينيسيوس جونيور كده بياخد يان كوتو وبيقطع منه الكورة وبيرقص، هو بيرقص يان كوتو ومدافع كمان، وبيقطم وبيحاول ان هو يروح على الجون وبيسدد. يعني لقى حد، يعني لقى مدافع داخل عليه فبيحاول ان هو يسدد الكورة، والحارس بيتألق وبيشيلها كده بالعرض. وطبعا شفنا بيلينجهام بيروح داخل هو بيكمل الكورة ويسجلها هدف لريال مدريد عشان يعلن عن الهدف الثالث للريال. كورة ابدأ شوف أول ما فينيسيوس جونيور ابتدى يرقص ويخش كده هتلاقي التحرك بتاع بيلينجهام راح جاري وداخل على ال 18. تمركز حلو قوي من بيلينجهام بيوريك إن هي مش أي كرة تخبيط وخلاص جات له فسجلها، لا هو متحرك وعارف هو واقف فين ومتدرب على الكلام ده كويس. فهدف تاني لبلينجهام وصناعة تاني لفينيسيوس جونيور النهاردة، فكانت حلوة قوي الجون ده النهاردة من ريال مدريد، والتالت خلاص في بداية الشوط التاني، فحسمت المباراة من بدري قوي. بعد كده في الدقيقة 57 شفنا تبديلة بنزول إبراهيم دياز مكان بيلينجهام اللي خارج مصاب،
وربط رجله كده، والدكاترة يا دوب أول ما خرج راحوا رابطين له رجله بسرعة وحاطين عليها تلج عشان يلحقوها. ولكن للأسف طلع بيان خلاص إن بيلينجهام اتصاب لمدة أسبوعين أو 3 أسابيع للأسف. فبيلينجهام كده ممكن مش هيلحق ال4 ماتشات الجايين للريال، وبالتأكيد مش هيلحق ماتش لايبزيج يوم التلات. فإصابة جاية في وقت وحش أوي لريال مدريد في حسم الموسم، وبيلينجهام من أهم اللعيبة في الفرقة. فيعني إصابة صعبة شوية. بعد كده في الدقيقة 60 شفنا كورة تشاوميني بيرفعها كده جوه ال18، وبيخش رودريجو بيلعبها بدماغه، ولكن للأسف فوق العارضة كانت هتبقى جون حلو للريال. ولو رودريجو كان سابها كان وراه كامافينجا، كان وضعيته بالنسبة للكورة كانت أحسن شوية، فكان كامافينجا يقدر إن هو يسجلها. ولكن ممكن يكون رودريجو ما شافوش أو ما حصلش التناغم ما بينهم، يعني كده ما حصلش تفاهم ما بينهم، فما يعرفش مثلا ان كامافينجا وراه او كده، فطلع لعبها هو بدماغه، وللاسف ما جاتش هدف وما بقاش الرابع للريال. بعد كده في الدقيقة 61 شفنا فينيسيوس جونيور بيقطع كورة كمان من يان كوتو وبيديها لرودريجو، ورودريجو يطلع بهجمة مرتدة على مرمى جيرونا، وبيبقى ابراهيم دياز فاتح له الناحية التانية، ولكن بيطمع كده شوية في الكورة. وكمان برضو شفنا المدافع تقريبا كان ايريك جارسيا، هو برضو كان ذكي شوية ان هو ساب الزاوية مش مفتوحة قوي، فكانت صعبة شوية من رودريجو ان هي تروح لابراهيم دياز، ورودريجو بيطمع في الكورة وبيسددها ارتو حلوة قوي، ويعلن عن الهدف التالي الرابع بقى لريال مدريد، صناعة فينيسيوس جونيور برضو عشان يانكوتو يتدمر كده في الماتش النهاردة ويبقى متضايق جدا جدا جدا، وخرج من الماتش خلاص تماما تماما تماما. فينيسيوس جونيور النهارده كان كابوس ليان كوتو، هينام ويحلم بيه، كابوس هيطلع له حتى في الحلم. فالنهارده فينيسيوس جونيور كان كويس جدا جدا جدا، ساهم في ال4 أهداف بتوع الريال، وده الهدف الرابع بينهي الماتش خلاص 4-0، مفيش أهداف تانية هتخش النهارده. بعد كده في الدقيقة 70 شفنا تبديلين كمان لريال مدريد بنزول مودريتش وخوسيلو مكان توني كروس ورودريجو، تبديلين. مودريتش انا شايف ان هو المفروض ياخد وقت اكتر كمان من كده شويه، هو لسه يقدر ان هو يدي في الملعب، فمش حلوه ان انت في ماتشات ما بتنزلوش فيها اصلا، وماتشات التانية بتنزلوا فيها من على الدكه يلعب 10 دقايق ربع ساعه. فيعني ماشي، الدقيقة 70 كانت النهاردة أحسن شوية، والتبديلة التانية خوسيلو مكان رودريجو حلو، تدي خوسيلو شوية وقت برضه وتطلع رودريجو تريحه، عشان عندنا ماتش مهم جدا قدام لايبزيج، المفروض خلاص داخل علينا دوري الأبطال راجع تاني، فماتش خلاص يعني يوم التلات، فالمفروض إن أنت بتريح اللعيبة بتاعتك عشان أنت خلاص كسبت النهاردة 4 وخلصت الماتش. بعد كده في الدقيقة 76 برضو كمالة الحاجات اللي بتعصب وبتضايق جدا، ما تفهمش اللعيبة بتفكر في ايه في كور زي دي. فيرلاند مندي بيروح بياخد انذار علشان يتوقف الماتش الجاي بسبب تراكم الانذارات، والماتش الجاي مش هيبقى فيه فيرلاند مندي في الدوري، فهتضطر ان انت تخش الماتش الجاي ما عندكش اصلا اي حد في الدفاع حتى الان غير فران جارسيا، يا كارفاخال، تشاوميني، فاسكيز، مفيش حتى حد من على الدكه. كان بيبقى فران جارسيا على الدكه وفيرلاند مندي بيلعب، دلوقتي حتى فيرلاند مندي مش هيلعب الماتش الجاي لحد بقى لو ناتشو رجع او روديجير رجع، ساعتها بقى ممكن تشاوميني يبقى في خط النص مثلا، هنشوف. ولكن صعب قوي، انا مش فاهم اللعيبه بتعمل كده ليه، انت كسبان 4-0 كوره في خط النص الدقيقه 70، يا عم سيبه يجيبها جون، سيبه يجيبها جون يا عم، وما تاخدش الانذار ده. غريبة غريبة غريبة، أنا مش فاهم بيفكر في إيه. بعد كده في الدقيقة 77 شفنا تبديلين كمان من أنشيلوتي النهاردة عشان يخلص التبديلات بتاعته، بنزول أردا جولير وفران جارسيا مكان فيرلاند مندي وفينيسيوس جونيور، عشان فينيسيوس جونيور يبقى خارج وياخد تحية الجماهير كده، وإن أردا جولير كمان يبدأ يشارك شوية في الماتش، وياخد مثلا ربع ساعة مثلا ولا حاجة كده في الماتش ده النهاردة، فاردا جولير يبدا اللي هو ياخد حساسيه الماتشات شويه، وفي نفس الوقت فران جارسيا ينزل مكان فيرلاند مندي عشان تبدا تجهز كده فران جارسيا ان هو اللي هيلعب الماتش الجاي. ف يعني تبديله كويسه من انشيلوتي. بعد كده في الدقيقه 83 شفنا كده ابراهيم دياز بياخد كرة وبيجري بيها على الوينج، وبيحاول ان هو يسدد، ولكن للاسف بتطلع بره، حاول ان هو يحط ارتو كده، ولكن كانت يعني فتح رجليه سنه فطلعت بره خالص حتى مش على الجول. بعد كده في الدقيقة 89 شفنا أردا جولير يعني بيحاول إن هو يخترق كده ال 18 وبيرقص، وبيجي مدافع ويوقعه ويعلن عن ضربة جزاء كمان لريال مدريد في آخر خلاص دقايق في الماتش،
وشفنا أردا جولير أصلا هو اللي كان بادئ الهجمة، وهو اللي راح للعيبة في الدفاع، وكان بيسقط للعيبة ويفتح لهم مكان عشان يبصوا له الكورة، ومش خايف من ضغط يعني الفرقة التانية عليه. كان كويس جدا، بيحاول ان هو يفتح له ويفضي له مساحات عشان يلاقي الكرة وياخد الباص كده من اللعيبة. فكانت حلوة قوي من أردا جولير، وبادئ الكرة حلوة وأنهاها كمان بحصوله على ركلة جزاء. بعد كده شفنا أردا جولير بيحاول إن هو ياخد هو كرة ويشوطها، وتشاوميني بيحاول إن هو برضه يقول له إن أنت تمام ماشي، وكل اللعيبة كانت عايزاها هو اللي يشوطها، ولكن خوسيلو كان رافض، وكان خوسيلو هو اللي عايز يخش يشوطها، وللأسف دخل هو خد الكرة وما سابش يعني أردا جولير هو اللي يشوطها. وبالفعل الدقيقة 90 بتيجي، خوسيلو هو اللي بياخد الكرة وبيشوط ضربة الجزاء، ولكن للأسف بيضيعها علشان ما تبقاش هدف خامس للريال، والحكم بيصفر بعديه على طول. وشفنا خوسيلو وهو واقف متضايق ان هو ضيع الكرة، ولكن أردا جولير راح له كده وسلم عليه وقال له مش مشكلة والكلام ده كله، بيحاول ان هو يواسيه. ولكن خوسيلو لحد ما خرج من الملعب كان متضايق جدا ان الكرة ضاعت. اتمنى بس ما تأثرش عليه، كرة ضربة جزاء عادي يعني، الماتش 4-0، مش كرة مهمة قوي وعادي يعني هتعدي فقشطة. وبينتهي الماتش على كده بنتيجة 4-0 لريال مدريد، ماتش فيه ريال مدريد اكتسح جيرونا برباعية، ووسع الفرق تاني ما بين المتصدر اللي هو الريال وجيرونا المركز التاني ل5 نقط، علشان يبدأ ان هو يعني يحط رجل شوية في الدوري، ويقدر ان هو يعني اللي هو نبدأ نحسم البطولة علشان نعرف نركز في دوري الأبطال. ونروح لفقرة تقييم اللاعبين، وأول لاعب معانا وهو أندريا لونين. أندريا لونين النهاردة ما جاش عليه كور كتير، فكان كويس برضو. تقييمه مش هيبقى عالي بسبب إن ما فيش كور كتير اتاحت عليه، ولكن اللي اتراح عليه عرف يتعامل معاه. ولكن تقييمه مش هيبقى عالي بسبب إن هو ما صدش كتير، ولكن ده مش علشان دخل فيه أهداف، لا ده عشان قلوب الدفاع قدامه ما وصللوش كور، فتقييمه النهاردة هيكون 7/10. نروح بعد كده لقلبين الدفاع معانا وهم كارفاخال وتشاوميني. انت متخيل ان احنا بنتكلم عن قلبين الدفاع، واحد باك يمين وواحد دستروير اصلا مركز 6. المهم الاتنين النهارده كانوا كويسين قوي، والاتنين النهارده قدروا ان هم يقطعوا كور كتير، وقدروا ان هم يطلعوا بكلين شيت قدام جيرونا اللي بتنافسك في الصدارة بتاعت الدوري، واللي كسبت برشلونة برباعية. ولكن انت النهاردة قدرت انك ما تخليهاش تقدر تسجل اي اهداف النهارده، فطبعا التقييم بتاعهم هيبقى كويس جدا. قدروا ان هم يتعاملوا مع كل الكور اللي كانت بتيجي على ريال مدريد، وتقييمهم النهارده هيكون 8/10. بعد كده عندنا الباكين فاسكيز وفيرلاند مندي، الاتنين كانوا تمام النهارده مش وحشين. فاسكيز كان احسن شويه، هيستاهل 7.5/10. وفيرلاند مندي النهارده بسبب الحركه الغبيه جدا اللي هو عملها والانذار اللي خلاه مش هيلعب الماتش الجاي، فطبعا الريت بتاعه هيقل وهياخد 6.5/10. ونروح بعد كده لخط النص، واول لاعب معانا وهو كامافينجا. كامافينجا النهارده كان حلو جدا، قدر ان هو يجيب لك كوره كانت ممكن تبقى ضربه جزاء، ولكن كانت فاول على ال 18 خطيره جدا جدا جدا. كامافينجا بيفتح كور وعنده ثقه كده في الملعب، مش بيخاف ان هو يستلم الكرة تحت ضغط ويلف ويباصي عادي جدا. فكامافينجا النهارده كان كويس جدا ويستاهل 8/10. زيه برضو توني كروس. توني كروس النهارده كان كويس برضو ويستاهل 7.5/10. ما ظهرش في حاجات كتير، ولكن كان كويس، ما عملكش برضو غلطات كتير. ونفس الكلام برضو على فالفيردي، زي ما بنتكلم عنه كل مرة، نفس الدور التكتيكي المهم جدا 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 في الملعب، اللي هو تقريبا من أهم الناس كخط نص. فالفيردي مهم جدا جدا، وده شفنا النهاردة كان هيسجل هدف كمان، فهو كمان النهاردة يستاهل 7.5/10. ونروح بعد كده للاعب اللي سجل هدفين النهارده وهو جود بيلينجهام. بيلينجهام النهارده قدر ان هو يسجل هدفين، ولكن للاسف خرج مصاب وهيغيب ل3 اسابيع تقريبا عن ريال مدريد، فهيغيب تقريبا عن 4 ماتشات، ربنا يستر، منهم ماتش لايبزيج في دور ال16. فهتكون يعني مقلقه كده شويه، وربنا يستر ويلحق يرجع بسرعه عشان ريال مدريد محتاجه جدا. قدر ان هو يسجل هدفين النهارده، عمل اداء كويس جدا. الهدف الاول رقص في الحارس، الهدف الثاني التمركز بتاعه كان حلو قوي، ويستاهل النهارده 9/10. ونروح بعد كده للمهاجمين، واول مهاجم معانا وهو رودريجو. رودريجو النهارده قدر ان هو برضو يسجل هدف النهارده، الكرة اخدها من بدري كده وقدر ان هو يسجل ار2 حلوه، ولكن بقيه الماتش ما كانش عامل اداء كويس قوي، فالنهارده هيستاهل 8.5/10. ونروح بعد كده لأفضل لاعب في المباراة من الاتحاد الأسباني وأفضل لاعب في الماتش من وجهة نظري، وهو فينيسيوس جونيور. فينيسيوس جونيور اللي لما بيركز جوه الملعب بس وما بيهموش بقى
الجماهير والخناقات اللاعبين والحكم والكلام بتاعه ده كله. لما بيركز في الملعب بيبقى خرافي وبيعمل ابداع عظيم جدا جدا جدا. قدر النهارده ان هو يشارك في الاربع اهداف، قدر ان هو يسجل هدف ويصنع الثلاثه التانيين. كان كويس جدا النهارده في الملعب، كان كابوس على يان كوتو اللي كان تعب قوي برشلونة، ولكن هو النهارده كان مطلعه من الماتش خالص ومخليه مش قادر يزيد هجوميا، وكان كمان كارثة دفاعيا. حتى بعد ما فينيسيوس جونيور خرج، بيانكوتو عمل ضربة جزاء على جيرونا، الكرة اللي ضرب فيها أردا جولير. فالنهارده فينيسيوس جونيور كان مخرجه من الماتش خالص، وفينيسيوس النهارده كان أداؤه كويس جدا جدا جدا، ويستاهل هو كمان 9.5 من 10. بس كده كل الفيديو النهارده، اعمل لي لايك وفولو عشان تشوف كل جديد عن الفيفا، عن الكورة، عن الفانتسي. سلام.